يا بركة بسم الله. لا، في ناس عمالة بتتكلم عن السودانيين بقالهم فترة، والناس اللي جت قعدت سواء سودانيين أو سوريين أو عراقيين في العراق دول بقالهم سنين طويلة. فال فبقول يعني احنا عمرنا ما اتكلمنا في الحاجات دي، ومفيش داعي، كلنا إخوة وربنا يجمعنا ما يفرقنا. كنت بتضايق لما حد بيتكلم يقول لي مشي السودانيين والكلام ده. السودانيين احنا اساسا كان الملك فاروق دوت ملك مصر والسودان. دي الحاجة التانية بقى اللي فعلا لقيت الناس يعني ايه، آه ليها حق تزعل. ان واحد النهارده طالع عامل فيديو بيتكلم بيقولوا انتوا عمالين تقولوا الحرب خلصت وما خلصتش والسودانيين قاعدين ليه. اقول لكم على حاجة، اعملوا حسابكم ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. ليه يا معلم؟ قال لك ان هم بقى ليهم املاك وليهم محلات وليهم مشاريع هنا هوت، فمش هيفكروا في اللي هم هيمشوا من هنا هوت، واللي عايز يشتغل منكم اهلا وسهلا يجي يشتغل. شفت بقى؟ بص الكلام واللي بص الاستفزاز. هل دوت بيقول لك يعني وده جزات المعروف؟ قال له انت حد قال لك اعمل معروف؟ قال له اصلي. قال له انا قله اصل اللي خلتني اعمل كده. عايز حاجه بقى يا سيدي؟ ايه رايكم بقى في القصه دي؟ شفت طول عمري ما بحبش اتكلم في القصه دي ابدا، واقول ده احنا ايه اخوه واللقمه نقسمها سوا واللي بتاع كده كده الحاجه بتغلى. هم مالهم؟ اتاري مالهم ونص. دي بقى يبقى ايه؟ يعني الموضوع دوت مش جاي كده هو ارتباط زي موضوع اسرائيل مع غزه. دي بقى الايه؟ الجيل الخامس اللي هم بيتكلموا عليه. قال لك ان مصر ديت مش عارفين نعمل معاها حاجه. احنا هنحتلها من جوه. يعني ايه نحتلها من جوه؟ هنقوم حروب حوالين منها وكله يجري عليها لغايه لما نخنقها ونخنق شعبها، ويطلعوا يعملوا مع بعض ايه؟ حرب اهليه. ما دي بقى الخطه الجديده اللي الواحد يعني ايه ما كانش حاططها في دماغه. يعني عارفين يعني ايه حرب اهليه؟ يعني ده بقى يبقى قال لك بقى عندهم محلات وعندهم مزارع وعندهم كذا، واللي عايز يجي يشتغل منكم اهلا وسهلا. يعني ايه المصريين يشتغلوا عند السودانيين؟ حلو. كانوا السوريين من قبل منهم اشتروا محلات في يعني ما بقاش في يعني نادر اللي تلاقي المحل بتاع واحد مصري. فعايزين نشوف حل في القصة ديت عشان الامور بقى كده هوت بقى ليها ابعاد تانية خالص غير اللي احنا كنا فاكرينها. واحنا كنا متعودين كلنا اللي يجي اهلا وسهلا. ما كان من 50 سنة كانوا قاعدين معانا سوريين وكنا مسمينهم الشوام، وكان يعني ما فيش قولت مثلا ده قاعد ليه ولا مش قاعد ليه. لكن دلوقتي بقت اللعبة هي الحرب دي. حرب تبقى حرب داخلية، يغلي عليهم الحاجة ونعمل معاهم ايه؟ انقلابات. يبقى ليهم رأي وليهم ايه عين. انا دلوقتي لما بقى مصري يشتغل عند السوداني والبتاع ومش عارف ايه، خدت بالك؟ هينتهوا من افكارهم. دول ممولين منين السودانيين اللي معاهم الفلوس دي؟ يعني التمويل جالهم منين؟ الفلوس اللي جامده اللي معاهم دي جات لهم منين؟ لو هم جامدين قوي كانوا للدرجه دي ما عمروش ليه في بلدهم؟ يبقى في بقى لعبه بتتلعب بقى، ولازم نفوق منها ولازم نخلي بالنا منها. انا مش هنبطل كلام في الموضوع ده لغايه لما نشوف لها حل. مش كده ولا ايه؟